8 أعوام مرت على غياب الرائعة شادية، لكن ما زالت حاضرة في وجداننا. شادية الرائعة اللي أحبها المفكر الكبير الفيلسوف الدكتور زكي نجيب محمود حبا جما. أغنيتها غاب القمر يا ابن عمي كانت سبب في تعلقه بها وتأثره بصوتها، لأنها حملت معاني الحب والوطن وصدق الإحساس في صوتها. الحقيقة ما كانتش مجرد مطربة، كانت رمز لوجدان مصر. مسيرتها الفنية بدأت من الخمسينيات، واستطاعت شادية أنها ترسم أيقونة الدلوعة بأغاني مرحة تجمع بين الرومانسية وخفة الظل، خاصة بقى ألحان منير مراد وكلمات شعراء زي فتحي قورة وجليل البنداري وبالسعود الأبياري. أغانيها كانت بتدخل البهجة معاها في كل البيوت، وكانت تخلق شعور بالراحة والطمأنينة مع كل نغمة وكل كلمة. في الستينيات اتجهت إلى الأغاني العاطفية ذات الطابع الشعبي، وفي السبعينيات دخلت شادية في عالم الأغنية الطويلة. ومع مرور الوقت ركزت شادية على الغناء الوطني، قدمت أغاني خالدة زي يا حبيبتي يا مصر ويا أم الصابرين وغيرها. وأغنية مصر اليوم في عيد أعادت شادية إلى المسرح بعد 20 عام من الغياب، والجمهور واقف مندهش لصوتها الحلو والفرحة الوطنية وصدق الانتماء لمصر. في الأغنية الدينية خلال مشروعها مع الشاعرة عليا الجعار غنت أغنية خد بيدي، وكانت مناجاة صادقة لله، وقدمت كل كلمة بصدق وتأثر شديد، وجعلت الجمهور يعيشوا الأغنية دي مع الروحانية الكاملة. رحلت شادية في 28 نوفمبر 2017، لكنها تركت أغاني وأفلام ما زالت بتسعدنا وتغذي أرواحنا، من غاب القمر يا ابن عمي إلى الحنة يا قطر الندى، وأنا يا روحي أنا مش قلت لك يا قلبي، ويا حبيبتي يا مصر ويا أم الصابرين. كل أغنية بتحمل سحر خاص منها، وهي تعتبر حقيقة مش مطربة، لكن كانت رسالة خالدة في الفن المصري. ما زالت شادية الرائعة بصوتها وحضورها وأغانيها وكلماتها ما زالت خالدة معنا، وبتذكرنا أن الفن الحقيقي هو اللي بيلمس الروح ويبقى للأجيال. أنا بشكرك أنك أنت استمعت إلي مع خالص الشكر وتقديري، وكل عام وحضرتك بخير وسعادة.